الفيلم وبنشوف مذكره بتقع من السماء وبتكون بعنوان مذكره الموت، وبنلاقي واحد اسمه لايت ياغامي قاعد على الكمبيوتر وبيكون بيحاول يخترق وكاله الشرطه اليابانيه علشان يعرف هما المجرمين بياخدوا عقوبتهم ولا لا، وبيتفاجئ ان معظم المجرمين هربوا وفيهم اللي لسه ما اتمسكش واللي هربوا قبل العقاب، ولايت ما كانش مصدق اللي عينيه شايفاه، وبيلاقي ان في واحد عندهم في الحاره مطلوب اسمه تاكو شيبومارو، وبيقرر لايت انه يروح يتاكد انه هو، وبيروح الديسكو بيلاقيه متلقح هناك، وبيقول لاصحابه خدتوا بالكم انتوا لما انا قتلت العيل الصغير امه فضلت تعيط عليه، وبيقعد يضحك وصاحب تاكو بيشوف لايت وهو بيبص عليهم وبيروحوا يهزقوه بيقولوا منه قدام الناس، ولايت بيطلع من الديسكو وهو زعلان، فهو ماشي بيلاقي مذكره الموت قدامه وبياخدها وبيفتحها وبيكون مكتوب فيها اي اسم شخص هتكتبه هيموت، ولايت بيقول ايه العبط ده، وبيكون التلفزيون شغال والمذيع بيقول خبر عاجل الشخص اللي قدامكم ده قتل بنتي في الثانويه علشان رفضت انها تقابله، والشخص المجنون ده اسمه يوسكي والبنت اسمها تاياما، ولايت بيقول طب تعالى نجرب، وبيكتب في المذكره اسم القاتل يوسكي وبينام، وبيصحى تاني يوم الصبح وبيمسك الجورنال وبيكتشف ان يوسكي مات، وبيجري وبيطلع الاوضه بتاعته وبيمسك المذكره وبيفتحها وبيكون مكتوب فيها الشخص اللي انت هتكتبه هيموت في اقل من 10 ثواني، وان عارف اسمه بس مش متاكد من شكله فالشخص ده مش هيحصل له حاجه، وان ما كتبتش سبب الموت فالشخص ده هيموت بازمه قلبيه، ولايت بيروح لتاكو وبيفتح المذكره وبيكتب اسمه، وبنلاقي تاكو ماسك قلبه وفجاه بيتكل على الله، ولايت ما بيبقاش مصدق اللي شايفه وبيمشي وبيستنتج ان اللي في ايده ده كنز، وبيسمع حد بيقول له على فكره دي بتاعتي، ولايت بيبص فوق وبيلاقي ريوك صاحب المذكره، ولايت بيقول انت عزرائيل اللي هتاخدني من الدنيا وهتريحني، وريوك بيقول له عزرائيل يا عم وبعدين يلا مش المفروض تكون خايف مني وانا واقف قدامك كده، ولايت بيقول له سيب المذكره دي وخد حياتي، وريوك بيقول له انت غبي يالا ما هو انا لو موتك دلوقتي مش هتعرف تاخد المذكره اصلا، ولايت بيقول له هو ما فيش حد يقدر يشوفك غيري، وريوك بيقول اللي بيمسك المذكره دي بس هو اللي بيقدر يشوفني، ولايت بيقول هو ده اللي انا عاوزه، وبيبدا يكتب اسامي المجرمين وكلهم بيموتوا واحد ورا واحد، وبنروح لاسم الشرطه وبيكونوا عمالين يدوروا على الشخص اللي عمال بيقتل في المجرمين من غير ما ياخدوا عقابهم، وبيكون المسؤول عن القضيه ديت المحقق ياغامي، وبنروح للايت واللي بيبقى اتشهر على النت وعمل موقع لنفسه وسماه كيرا علشان الناس يكتبوا اسم الشخص اللي اذاهم وهو يقوم بالواجب، وبيكون قاعد مع ريوك وبيفتح التلفزيون وبيلاقي واحد اسمه تايلور وبيقول والله لا هجيبك يا كيرا لانك ما ينفعش تموت المجرمين لان كل واحد فيهم له عقابه فهمت يالا، ولايت بيقول انت بتقول لي انا يالا طب ماشي، وبيقوم فاتح المذكره وبيكتب اسمه وبيقوم ميت على الهواء قدام الناس، ولايت بيقول احسن علشان تبقى تقول لي يالا، وفجاه التلفزيون بيتكلم وبيقول لي كيرا الشخص اللي انت قتلته ده المفروض اكون انا بداله بس بسبب ان الكلام ده هينزل على الهوا فهو خد مكاني وانت قتلته وانا لسه عايش، فلو تعرف تموتني بقى موتني، وانا متاكد انك في اليابان لانك اول مجرم تقتله كان موجود في اليابان، وانا بوعدك ان هجيبك وهموتك بنفسي، ولايت بيقول انا العداله يالا انا الحكومه، وبتبدا الناس تبيع مجلات عن إيلو وكيرا، وبنروح للشرطه واللي بيكونوا عرفوا ان كيرا ده شخص في الجامعه وغامي بيكون بيفكر في حاجه كده، وبنروح للايت واللي بيكون قاعد مع اخته وبتقول له قول لي يالا هو انت فعلا بتحب البت شيوري اللي معاك في الجامعه، والجرس بيرن ولايت بيقول شكل بابا جه، واخته بتقول له تعالى يالا ما تتوهش، وبيفتح الباب وبيلاقي غامي وبيكون المحقق اللي بيحقق في قضيه المجرم كيرا اللي بيقتل المجرمين هو ابو لايت، والله شفت، ولايت بيقول لابوه مالك زعلان كده ليه، وبيقول له الشيطان كيرا اللي بيقتل الناس من غير ما يستعمل ايديه المفروض اقبض عليه لانها قضيتي، ولايت بيقول حمام بس على السريع، وبيطلع اوضته وبيفتح الكمبيوتر وبيعرف ان الشرطه عرفت ان هو طالب لانه بيقتل المجرمين في المواعيد بتاعت اجازه الطلاب، وبيقوم فاتح المذكره وبيكتب فيها اسامي مجرمين كتير علشان يعني الشرطه تعرف انه مش طالب، وفعلا الشرطه والمحققين بيدخل في دماغهم فكره انه مش طالب، وايه بيقول لهم شفتوا كيرا طلع اذكى منكم ازاي قتل مجرمين كتير علشان يثبت لكم انه مش طالب، واكيد كيرا عرف يخترق المعلومات بتاعتكم لانه عرف انكم عرفتوا انه طالب، وبيكون لايت ماشي في الشارع هو ورياض، ولايت بيقول للرياض بص يا اخي من اول لما كيرا ظهر في الحياه ما عادش في غير نسبه صغيره من المجرمين في العالم، وبيفتح التليفون عشان يشوف الساعه كام بيلاقي ان في واحد ماشي وراه، ولايت بيقول للرياض الراجل ده ماشي ورايا من امتى، وبيقول له اصلا ده ماشي وراك من صباحيه ربنا، ولايت بيقول له طب ما قلتليش ليه يا باغي، وبيقول له طب انا مالي هو ماشي ورايا ولا وراه، ولايت بيروح البيت وبيقول للرياض ما تقول لي كده لو انت بتعرف اسامي الناس منين، وبيقول له بص يا اسطى انا اقدر اشوف اساميكم وعدد السنين اللي هتعيشوها وكل ده من فوق راسكم، ولايت بيقول ثانيه واحده بس يعني انت تعرف انا هموت امتى، وريوك بيقول له انت هتموت بعد مش جاي لك، ولايت بيقول له وحياتك لا تقول لي انا هموت امتى، وريوك بيقول له تمام بس بشرط تديني نص عدد السنين اللي هتعيشها، ولايت بيقول له ده عند ست الوالده بقى، وبيسمع المذيع على التلفزيون وهو بيقول النهارده في كان غواط 3 مجرمين سرقوا من البنك 3 مليون ين، والشرطه قدرت انها تقبض على 2 بس التالت هرب، وبيكون اسمه كيشارو وعمره 36 سنه، ولايت بيفكر بفكره كده وبيقول لريوك مش اي حد بيلمس المذكره دي بيشوفك، وريوك بيقول له تعمل ايه يا مجنون، ولايت بيقول تمام، وبيفتح المذكره وبيكتب اسم المجرم التالت، وبيجي
وبيجي تاني يوم الصبح ولايت بيركب الميكروباص مع البت بتاعته، والراجل اللي بيراقبه بيركب معاه، فهم ماشيين الغلبان كيشيرو بيركب الباص هو كمان، وبيطلع المسدس وبيثبت كل الناس اللي في الباص، ولايت بيقطع حته من المذكره وبيكتب فيها ان كيشيرو يموت بخبطه عربيه، وبيوقعها على الارض وكيشيرو بيشوفها وبياخد منه الورقه، ولسه هيفتحها بيشوف ريوك قدامه وبيقول له انت مين يا ابو طويله، وريوك بيقول ايه ده انت شايفني ازاي؟ انا هقول لك يا عم ريوك، شايفك علشان هو لمس حته من المذكره، فهمت؟ تشكر يا حاج عادي، اي حاجه تانية عايز اقول لي؟ لا لا حبيبي تسلم. وبيقعد كيشيرو يضرب عليه نار، وريوك بيقول له انت غبي يالا، يوم ما تيجي تموتني بمسدس قرن غزال، وكيشيرو المسدس بتاعه بيخلص وبيقول له واقف على جنب يا اسطى، ولسه هينزل بيلاقي العربيه في وشه وبيتشوط وبيتكل على الله، وبيبقى لايت عرف ان اللي بيراقبه ده واحد من المحققين اسمه راي، وبيكون شاكك ان هو كيرا، لان كيرا ده احتمال يكون واحد من عيله محقق شغال معاه، لانه ازاي بيعرف المعلومات اللي الشرطه بتعرفها. ولايت بيروح البيت وبيفكر انه يموت راي لانه شاكك فيه، بس لو موته يبقى كده بيثبت لهم انه كيرا، ولايت بيبقى عاوز يموت كل العملاء السريين اللي شغالين في قضيه كيرا، وبيفكر بفكره خبيثه كده وبيكتب ان راي يسيب شغله ويركب القطر بتاع الساعه 10 بالظبط وياخد الظرف اللي موجود في القطر، واول لما راي بيفتحه بيلاقي مكتوب فيه انا كيرا وعاوزك تركب السماعه دي لان عايز اكلمك، وفعلا راي بيعمل كده وبيلبس السماعه، ولايت بيكلمه وبيقول له انا كيرا وعلشان تصدقني فالراجل اللي جنبك ده هيموت دلوقتي، وفعلا بيتكل على الله، ولايت بيقول له ما تخافش سيبه كانه نايم، بس قول لي بقى كم عميل سري شغال في القضيه بتاعتي، وراي بيقول له 11 واحد وانا من ضمنهم، وكيرا بيقول له تمام افتح بقى الورقه ديت واكتب لي كل اساميهم، وافتح اللابتوب بتاعك الجميل وبص لي بصه كده على شكلهم، وراي بيسمع كلامه وبيبدا يكتب اساميهم وبيخلص، ولايت بيقول له تمام حط بقى الورقه في الرف وانزل يلا، ويا دوبك لسه بينزل بيموت بسكته قلبيه، وبتبقى الورقه اللي كتب فيها اساميهم صفحه من مذكره الموت، وكل العملاء السريين بيموت، وبيبقى لايت كان كاتب قدر راي كمان ان اول لما يركب القطر ويخلص ويوصل ويجي ينزل بعد 3 ثواني يموت بسكته قلبيه، وفعلا بتبقى كل حاجه حصلت بالحرف، والشرطه والمحققين بيبقوا عرفوا كل حاجه، ويغامي بيقول لهم يا جماعه كيرا قتل كل العملاء السريين اللي كانوا شغالين في قضيه كيرا، فاللي خايف ان كيرا يموته ويمشي من دلوقتي، وانا بوعدكم اني مش هعاقبكم، واول واحد بيقوم وبيقول والله ابني في البيت ومش عارف هو فين وبيمشي، والتاني بيقوم وبيقول له انا عارف ابنه فين وبيمشي، والتالت بيمشي والرابع بيمشي والخامس والسادس والسابع يلا مين يزود، المهم يعني ما فضلش غير السته دول، ويل بيقول لهم انتوا نسيتوني ولا ايه، ويغامي بيقول له لو فعلا عاوز تكون واحد مننا فلازم نشوف وشك، ويل بيوافق وبيدوم العنوان وبيروحوا بيته، وبيطلع من اللي بقى هو ايوه ده تحسه واد فافي كده بس دماغه توزن بلد، وبيقول لهم اولا كده ده ما ينفعش يعرف اساميكم ولا شكلكم، لان استنتجت ان كده ده لازم يعرف اسم الشخص وشكله علشان يعرف يموته، وبيقعدوا يراجعوا الكاميرات بتاعه المترو، وايل بيقول لهم اللي في الصوره دي خطيبه راي واسمها نوامي وكانت محققه شاطره جدا بس سابت التحقيق، وبيدوم صور لعيله يغامي ومحقق كمان معاهم، وبيقول لهم احتمال صغير ان يكون كده ده واحد من العيلتين دول، ويغامي بيقولوا انتوا عاوزنا يعني نسالهم نقول لهم انتوا كده، وايل بيقول له لا احنا نركب كاميرات في البيتين ونراقبهم لمده اسبوع، ويغامي بيوافق، وبتكون نوامي عماله تحقق في موت جوزها راي، وبتروح لصاحبه لايت وهي شيري وبتقول لها تعرف الشخص ده، وبتقول لها اه ده اللي كان بيراقب لايت وكان راكب معانا الباص، ونوامي بتقول لها طب ممكن تودينا اللايت، وبيروحوا اللايت ولايت بيفتكر يوم ما راي مات وكانت هي واقفه معاه، ونوامي بتقول له انا مرات راي واسمي تشوج وانا عارفه انك كيرا، ولايت بيضحك وبيقول لها طب شاكه فيا ليه، وبتقول له اصل انت استغليت ان راي ركب معاك الباص علشان تعرف اسمه وتموته، ولايت بيقول لها ثانيه بس انت كده بتديني تهمه انا ما عملتهاش وانا هعمل لك محضر دلوقتي، وبيطلع ورقه من المذكره وبيكتب اسمها وسبب الموت بخبطه عربيه، ولايت بيقول لشيوري يلا يا ستي سيبك منها، فهما ماشيين نوامي بتقول له على فكره مش هتعرف تموتني لان اسمي الحقيقي مش نشيجو، ولايت بيقول تمام، وبيروح البيت ولسه هيخش اوضته بيلاحظ ان السنه اللي حاططها على الباب اتكسرت، وبكده يكون عارف ان في حد دخل اوضته، ولايت بيفتح الباب وبيخش وبيبقوا ركبوا كاميرات في كل حته في الاوضه، وروك بيقول له ولا انت بتتكلمش معايا ليه، طب انا عايز اكل حتى تفاحه جعان يا ناس جعان، ولايت بيطلع بره وبيقول له اوضتي ترتيبها مختلف وحد دخل فيها واعتقد انهم ركبوا كاميرات، ويغامي بيقول لي ايه طب امتى هنعرف ان ابني ملهوش ذنب بالموضوع، وبيقول له لو كيرا موت حد وهو قاعد في اوضته ما عملش حاجه، وبيعدي اول 7 ايام ومفيش اي حاجه حصلت، فبيجي على التلفزيون خبر ان في مجرم قتل واحده ست وبيكون اسمه كيشا، وفجاه المذيع بيقول ثانيه بس كده كيشا لسه ميت طازه دلوقتي بازمه قلبيه، وبيكون لايت قاعد عمال يذاكر في الكاميرات زي الدحيح ومش منتبه للاخبار، ويغامي بيقول ايه لسه شاكك في لايت برضه، واللي ما بيكونش مصدق بس بيكون لايت ابن اللي حاطط التليفون في كيس الشيبس وبيسمع عليه الاخبار وقدامه ورقه من مذكره الموت وبيكون كتب فيها اسم كيشا، وريوك بيقول له ايه ده يخرب بيت دماغك، وبيجي اليوم التاني وبيكونوا حشوا كل الكاميرات، فتليفون لايت بيرن وبيطلع شيوري وبتقول له تعالى لي بسرعه على المكان ده وبتدي لي عنوان، وبيروح على المكان اللي فيه شيوري وبيبقى اللي لسه مراقب لايت، ولايت بيروح وبيلاقي ناومي مثبته شيوري وبتقول له لو عاوزها تعيش يحترف انك كيرا، ولايت بيرد عليها وبيقول لها والله انا ما كيرا، وناومي بتقول له تمام انا هقتلها دلوقتي لو ما احترفتش، وبيكون يغامي طلب الشرطه
الشرطه. وفي الاخر يعني الشرطه بتيجي وشيوري بتزقها وبتقوم جاريه، وبتقوم ناومي مديها واحده بالمسدس بتموتها، والشرطه بتيجي وبتقوم ناومي منتحره وبتموت نفسها. ولايت بيقعد لوحده وبيبقى زعلان، وريوك بيقول له ما تزعلش يا عم كلكم هتموتوا. ولايت بيضحك وبيقول له انا اللي قتلتها، وريوك بيقول له احلف. وبيبقى كل اللي حصل ده لايت هو اللي كاتبه. وبيبقى راح الكنيسه وعرف ان زوجة راي هي نوامي من زفافها، وبيبقى كتب ان نوامي تاخد صاحبتها راهنه في معرض الفنون وتحاول تخلي المجرم يعترف بجرايمه، والراهنه تجري منها وتقوم موتاها، وبعدين تحس بالذنب وتقوم موتها نفسها. وريوك بيقول له طب شيوري ماتت ازاي؟ ولايت بيقول له افهم يا غبي، ما شيوري ديت هي الراهنه اللي هتتقتل. وبكده بقى اقدر ان انضم لفريق التحقيقات للقبض على كيرا، لان حبيبتي ماتت قدامي. وطبعا يعني كلهم هيحسوا بالذنب والشفقه ناحيتي وهيدوني فرصه ان انا ادخل معاهم في التحقيقات. وريوك بيقول له ما تديني اصلا معاك دي سلف يومين. وفي الجنب التاني بيكون في مجرم بيطارد واحده علشان يموتها، وخلاص لسه هيموتها بيجيله سكته قلبيه وبيموت، وبنلاقي ان في مذكره موت بتنزل قدامها. ولايت بيطلب من ابوه انه ينضم لفريق التحقيقات، وابوه بيصعب عليه وبيوافق. ويل بيظهر بوشه وبيقول له محتاجين ذكائك معانا في التحقيقات علشان نقبض على كيرا. وشكلي كده في مدعكه في الجزء الثاني، فلو الفيديو ده جاب 500 لايك هعرف انكم عاوزين الجزء الثاني. وما تنساش اشتراكك الجميل علشان اي فيديو جديد اعمله يوصل لك. ونقول ايه بقى، سلام.